الزبون النصاب صرت حافظه بصم بالعشرة. أول نص شهر بيجي لعندك تتمنى كل زبون يفوت لعندك مثله. انت ماشي بالشارع بتقول يا رب لو عندي 2 مثله او 3 مثله باليوم ما بدي شيء. تمام، بس مو لصالحك. اول شيء بيجي لعندك طبعا هو هيك رتابي ومهندس وباكت مال بورو وايفون وسيارة برا طبعا اجار، اموره على العال. بيجي لعندك ايش قد حكى هاي الساعة؟ اعطيني اغلى 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 ساعة عندك. فهو بيصير يحكيك بهاي الصيغة مشان انت طلبته بالسعر، ومشان هو يعني يبين لك انه هو ما بتفرق معه. كونك انت بدك تبيعها ب 800 بتقول له ب 1200. تمام، حط لي هاي السوداء والبيضة، حط لي 3. ياخذن بيمشي. يا سلام. لك على هو كل يوم بيجينا هيك زباين. بعد يومين 3 بيجي بيسألك عندك سماعات بلوتوث؟ بدي شيء يكون ثقيل وغالي، اغلى شيء عندك اعطيني. يعني هو عم يقول لك لطني لطني بالسعر. فانت هون بتكيف، عم تبيعها ب 400 بتقول له هاي 700 ليرة حقها. اعطيني وحدة سوداء وحدة بيضة، اعطيني وحدة احطها معي بالشنطاية للسفر. فبين لك انه هيك هو بتاع سفر وطالع ونازل. فهيك نص شهر بعدين بيجي لعندك انت هون بتقدسه. هذا الزبون اللي ما في منه 2 بالعالم بيجي لعندك. شو في عندك أجهزة؟ كم هذا الآيفون 14؟ طبعا أنت عم تبيعه ب 1400، كله $1600. اعطيني إياه. بيمسك هيك بضرب تليفون قدامك، طبعا حابك له حبكي ساعة وببعث لك صاروا مع الولد. تمام، 100 أهلا وسهلا، ولو على حسابك أهلا وسهلا بياخدوا. وهذا وجه الضيف يا غالي.